هيحصل ايه لو حطيت دبوسه فرخه وقطعه لحمه جوه محلول البيرانه؟ لو لسه ما تعرفش محلول البيرانه او ما اتفرجتش على الحلقه، فمحلول البيرانه هو اخطر مركب كوناه هنا في معمل شارع العلوم. محلول لو جه على عينيا هيعميني في لحظتها. ثانية واحدة، أنا محتاج أطلع بره. خلينا افاجئك بمعلومه ان اللحوم والفراخ اكتر من 75% من تكوينها بيكون ميه، والباقي متوزع ما بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون. وبمجرد ما بحطهم في محلول البيرانه زي ما انت شايف كده، محلول البيرانه ابتدى ان هو يتفاعل معاهم وحرفيا بيتبخروا، لان درجه حراره المحلول 120 درجه مئويه، فحولت الميه اللي فيهم لبخار ميه، واي مركب هيدروكربوني فضل منهم تحول لسلاسل الكربون، اللي بالتالي تحولت لغاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه. ولا اللحمه كانت موجوده والعظمه نفسها بقت بالمنظر الصغير ده. انا عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي، عشان كده مش هقولك بتعمل ازاي.